بسم الله. احبابي، لو تكرمتم اعملوا لايك واشتراك في القناة قبل ما نبدأ الفيديو. هكلمكم النهاردة عن عدو كبير لازم نحذره كلنا ونعمل له ألف حساب ونخاف منه. ايه هو العدو ده؟ الراحة. الراحة عدو الإنسان؟ أيوة، الراحة عدو الإنسان. طب ازاي؟ تعالوا وانا اقول لكم ازاي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: ولقد خلقنا الإنسان في كبد. يبقى الدنيا دي مشقة وتعب، ربنا خلقنا في تعب ومشقة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى احنا اتخلقنا للعبادة مش للراحة. يبقى الدنيا دي مزرعة للآخرة، دار ابتلاء، دار تكليف وعمل ومشقة. أنا لما بصحى لصلاة الفجر ألاقي الشيطان والنفس الأمارة بالسوء: لا ما تقوميش، لا الدنيا برد، لا اتدفي، مش لازم، صلي قبل الشروق. طب انا اجلت بقى اصلي قبل الشروق، ممكن كمان لا مش قادره خلاص بقى هي الشمس قربت تطلع، خليني النهارده مش لازم النهارده صلاه الفجر. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من صلى الفجر في ذمه الله. يبقى انا كده مش هبقى في ذمه الله، مش هبقى في حفظ الله، كده هتضيع صلاه الفجر. قيام الليل: لا الدنيا برد مش قادره، لا بلاش مش لازم النهارده، يوم ورا يوم ورا يوم خلاص اتنست قيام الليل وكسلت عليه. مش قادره اعمل حاجه، كل حاجه كسلانه. طب الصيام المفروض نصوم سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس بترفع الأعمال إلى الله، والأيام البيض اللي هم 13 و14 و15 من كل شهر عربي دول بالشهر كله، لأن الحسنة عند ربنا ب10 أمثالها، والأيام البيض دول 3 في 10 30 يوم، كأني صمت الشهر كله. لا مش قادرة، كسلت، الدنيا ساقعة، النهارده أنا تعبانة، أنا عايزة أشرب حاجات دافية، أنا عايزة آكل، الأكل بيدي باور وبيدفي. يبقى كده عايزة أرتاح، بدور على راحة لنفسي. يبقى أنا كده ضاع مني قيام الليل، ضاع مني صلاة الفجر، ضاع مني الصيام. كمان أي حد طالب مني حاجة: لا ده أنا كسلانة مش قادرة أروح مع فلانة المشوار اللي هي عايزاه، دي فلانة كانت عايزاني أشتري معاها حاجات، أنا مش قادرة، أنا هكسل. يبقى أنا مش همشي في حاجة الناس، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يبقى الراحة ضيعت عليا الخدمة والثواب العظيم اللي كنت هعمله لجارتي أو قريبتي أو صاحبتي. دايما يا جماعة احنا عايزين نبقى في مشقة، في نشاط، في حركة. ليه؟ لأن كل حركة وكل حاجة بنعملها في الخير بابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى بناخد عليها أجر عظيم. يبقى كده العدو بقى الكبير للإنسان هو الإيه؟ الراحة. ما ندورش على الراحة، الراحة دي في الآخرة عند ربنا سبحانه وتعالى لما ندخل الجنة إن شاء الله كلنا ونتقابل في الجنة يا رب. ربنا يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يا رب. إياكم والراحة. الراحة عدو كبير للإنسان، ما ندورش عليها في الدنيا، الراحة في الآخرة. دنيا دار تكليف، دار عمل، دنيا مزرعة للآخرة. فمحدش يبتغي الراحة في الدنيا. الراحة فين؟ الراحة في صلاة الفجر، الراحة لما قابل ربنا سبحانه وتعالى في الصلوات، هي صلاة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ابتغي الراحة. الراحة في قراءة القرآن، الراحة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الراحة في ذكر الله، هي دي الراحة اللي في الدنيا. لكن الراحة الجسدية ما بدورش عليها. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، وفي حفظ الله. وما تنسوش لايك واشتراك في القناة بتاعتي.